كان في راجل عنده حلم انه يعمل احلى حلوى في العالم، وفضل سنين طويله بيطور مهاراته علشان يشارك في اكبر مسابقه. ولما جات له الفرصه عمل كل اللي يقدر عليه لتحقيق حلمه، وقاد فريقه علشان يصمم تمثال رائع لعنقاء مصنوعه من السكر. كل تفصيله فيها كانت دليل على السنين اللي قضاها في اتقان مهاراته، والناس كلها كانت متاكده انه الفايز. لكن للاسف عمره انتهى بشكل مأساوي لما الحلوى اللي صنعها وقعت عليه، وفي لحظاته الاخيره حس بالندم. كان عايز يحقق حلمه بس القدر ما كانش رحيم بيه، لكن ربنا كان ليه خطه تانية وقرر يبعته للحياه من جديد في عالم مختلف. اتولد باسم ميل مورتين، ابن واحد من اعظم الجنرالات النبلاء. رغم ان ابوه كان قائد قوي، لكنه كان دايما بيساعد الناس وبيعلم ميل اهميه الطيبه والتواضع. وعلى الرغم من انه كان عايز يبقى صانع حلويات، كان لازم يتدرب من صغره على فنون القتال. وهو عنده 9 سنين بدا يتدرب مع ابوه علشان يبقى سياف ماهر، لكن التدريب ما كانش سهل. ابوه حتى لو كان بيستخدم ايد واحده بس كان قاسي جدا معاه، علمه ان التخلي عن السيف في المعركه يعني الموت. ميل كان بيحاول يركز، لكن في الحقيقه معركته الحقيقيه كانت في دماغه. كان بيفكر في الحلوى اللي هيعملها بعدين، وطبعا بسبب الشروط ده سيفه وقع منه، لان استخدام السيف مش زي استخدام سكينه الزبده. بعد التدريب جه حد يبلغ الجنرال ان وقت الفطار قرب، لكن كمان عنده اخبار مهمه. كان في خبر حلو وخبر وحش. الخبر الحلو محصول الفاصوليا هيكون ضخم بالظبط زي ما ميل وعدهم. الارض هناك كانت قاحله ومحدش كان قادر يزرع فيها، لكن ميل استخدم معرفته من العالم القديم علشان يطور اساليب الزراعه. لكن الفرحه ما كدبتش. الخبر الوحش فيه خماسهم قاطع طريق متجهين ناحيتهم. ميل اتوتر، مش بس لانهم ممكن يدمروا الاراضي، لكن كمان لانهم ممكن يضيعوا عليه حلمه في صنع الحلويات. ابوه قرر انه يجمع الاهالي ويجهزهم للقتال، بس ميل كان شايف ان ده جنون. كل اللي يقدروا يجمعوه هم 30 راجل بس، ولو قطاع الطرق حصروهم هيبقى صعب عليهم ينجوا. المصيبه الاكبر انهم ما يقدروش يطلبوا تعزيزات، لان باقي اللوردات اللي حوالينهم خسروا فعلا ضد العصابات، ولو حاولوا يساعدوهم ممكن يستغلوا الفرصه للاستيلاء على الارض. مايل كان شايف حلمه بيتلاشى قدام عينيه، لكن احد التابعين لوالده لمح مشاعره وفكر انه بدا يحس بالمسؤوليه كابن القائد المستقبلي، وعلشان كده اقترح عليهم يستخدموا الورقه الرابحه ميل باجراء طقوس التقديس، الطقوس اللي هتبوظ قوه ميل السحريه. ميل كان تايه ومش فاهم اي حاجه، وابوه اعلن على الفطار قدام العيله انه لازم يخضع للطقوس دي، واللي تعتبر زي حفل بلوغ سن الرشد في عالمهم. رغم ان الطقوس دي المفروض تتعامل بين سن 13 و15، الا ان ابوه كان شايف انه مؤهل ليها دلوقتي، لانه مش بس ماهر في القتال لكنه كمان ذكي جدا. امه في الاول كانت معترضه لانها كانت عايزاه يعيش طفولته اكتر، لكنها في النهايه وافقت. بعد 3 ايام كان الوقت اتحان للسفر للعاصمه الملكيه لاتمام الطقوس. ابوه حط ايده على كتفه وبدا يتمتم بتعويذه، وفجاه في لحظه لقوا نفسهم في قلب العاصمه. ميل كان مبهور بكل حاجه حواليه، وبالذات بكل المكونات اللي ممكن يستخدمها في الحلويات. بس ابوه فكره بحاجه مهمه، انه مش هيقدر يشتري اي حاجه الا لو نجح في الطقوس. وهو بيلف في السوق اكتشف فاكهه جديده اسمها بونكاس، طعمها كان لاذع جدا. قرر انه يشتريها ويحاول يزرعها في اراضيهم. ابوه افتكر انه بيفكر في تطوير الارض وانشاء جيش قوي، بس الحقيقه ميل كان بيفكر في حاجه واحده بس، الحلويات، كيك. لما وصلوا الكنيسه قابلوا الكاهن الباندا. ابو ميل كان عاوزه يعمل طقوس التقديس علشان يحصل على قدراته السحريه. الطقوس دي كانت عباره عن تحديات جسديه وعقليه. اول حاجه بيقيسوا قوته السحريه عن طريق تقييده واجباره على شرب مشروب مر جدا. بعد كده بيسيبوه لوحده في ظلام تام بدون اي احساسات. عاده الاطفال بيصرخوا بعد كام دقيقه، لكن ميلي كان مختلف. فضل طول الوقت بيفكر في وصفات جديده للحلويات. دماغه كانت مليانه بمكونات وحلويات جديده، وابوه والكاهن الباندا مش مصدقين اللي بيحصل. بعد يومين ميلي لقى نفسه محاط بجسيمات ضوء ذهبيه بتدخل في جسمه. ابوه والكاهن الباندا كانوا في حاله صدمه من قوته السحريه، صحوه علشان يكمل اخر جزء من الطقوس. الكاهن بدا يقرا نص مقدس، ولو باس يقصد ميلي قدر يفهمه، ده معناه انه اكتسب قدره سحريه. وبالفعل وهو بيسمع القراءه فهم النص فورا. النص نفسه كان سحر. ابوه لاحظ ان كل حاجه ماشيه كويس، وفي طريقهم للبيت زي ما وعدوا وقفوا في السوق علشان ميلي يشتري البونكاس بتاعه. عدى 3 اسابيع والبلده كلها كانت بتستعد لهجوم قطاع الطرق. ميلي كان مكلف بالمساعده في تجهيزات الدفاع، وكان متحمس جدا انه يساعد، بس كان عارف ان الجيش اللي عندهم كله مزارعين، وده بيخليهم ضعاف وسهل هزيمتهم. لازم يلاقوا خطه وبسرعه. بنوا سور دفاعي ضخم وملوا الابار بالمياه وسدوا القرى الصغيره علشان قطاع الطرق ما يلاقوش قاعده ليهم هناك. كل القرويين هيتجمعوا في اكبر قريه علشان يبقوا في امان، بس الهزيمه كانت شبه مؤكده. عددهم قليل والمؤن اللي عندهم تكفي 3 ايام بس. وهو سرحان بيفكر فجاه ظهر قدامه اصدقائه اللي قدام مارك ولومي جايين يساعدوه. قال لهم يجمعوا حجاره علشان يرموا بيها قطاع الطرق وقت الهجوم، بس نبههم يبعدوا عن الخطر. واثناء جمعهم للحجاره سمعوا صوت غريب. قطاع الطرق كانوا في الطريق للقريه، جريوا باقصى سرعه علشان يبلغوا الناس بالخطر القادم. القرويين بداوا يهلعوا خايفين انهم مش هيقدروا يوقفوهم، لكن والد ميلي تدخل وقال خطاب حماسي خلى كل القرويين يجمعوا شجاعتهم وقرروا انهم مش هيسيبوا ارضهم تتسرق. القائد العسكري كان عارف ان قطاع الطرق هيهجموا بالليل، فبدا يخطط لتوزيع جنوده. احد مساعديه كان قلقان من الخطه، لكنهم سالوا ميلي عن رايه. تخيل انك تعتمد على طفل عنده 9 سنين في معركه حياه او موت، والادهى من كده انه مش مجرد طفل، ده شيف حلويات. الولد كان بيقارن الطبخ بالحرب، زي ما الخبز بيعتمد على المقادير الصح، الحرب بتعتمد على معرفه العدو وامكانياته. والغريب ان القائد وافق على كلامه. ليه لا؟ بعد كده القائد طلع بالحصان علشان يستكشف الوضع بنفسه، وبفضل المعلومات اللي جمعها قدروا يضربوا قطاع الطرق ضربه استباقيه. وفي غياب القائد ميلي كان مسؤول عن حمايه القريه. دور على مارك ولومي وقال لهم انهم لازم يجهزوا السهام الناريه علشان
يشيروا بالهجوم، لكن لومي كان خايف يأذي القائد بالغلط. بس ميلي كان واثق ان ابوه هيستخدم النيران كدليل للرجوع لو اتزنق. القائد لاحظ معسكر قطاع الطرق كانوا حوالي 70 رجل مع 5 خيول قويه وشويه اسره من القرى اللي هجموها قبل كده، بس لحسن الحظ كان واضح انهم مش معاهم مؤن كفايه. باستخدام سحره القائد هجم عليهم وقتل شويه منهم بسرعه. قائد قطاع الطرق كان ذكي، فهم الموقف وامر رجاله بالتراجع بدل ما يخسروا اكتر. بما انه ما عندوش خيارات كتير القائد قرر ينسحب، وقطاع الطرق شافوا ده كفرصه وركبوا خيولهم لمطاردته، بس عملوا غلطه قاتله. الغلطتين اللي وقعوا فيهم، الاولى ما خدوش بالهم من الفخ اللي القرويين حطوه، ثانيهم افتكروا ان القريه بدون قائد، بس في الحقيقه اقوى قائد فيهم كان طفل عنده 9 سنين. ميلي شاف سهام النار وافهم خطه القائد فورا، كان بيوجه ابوه علشان يرجع وفي نفس الوقت بيدي العدو اشاره بمكانهم. القائد استخدم المعلومات دي علشان يحدد الطريق الافضل لتقليل الخسائر في المزارع. واخيرا قطاع الطرق قربوا من القريه، وهنا ميلي امر مجموعه الاطفال باطلاق هجوم كامل بالنبال والحجاره الناريه. قطاع الطرق اتصدموا بالحجاره وهي بتخبط في وشوشهم وبداوا يهربوا، لكن النيران انتشرت وحرقتهم قبل ما يقدروا يفروا. قبلها بساعات ميلي جمع كل الاطفال وشرح لهم خطته، كان عارف ان ابوه هيجر العدو وراه، فاستغل النقطه دي وضربهم من الجنب اللي مش محمي. باستخدام الاطفال قدروا يفاجئوا العدو ويسيطروا عليهم، لكن قائد قطاع الطرق ما كانش ناوي يستسلم بسهوله. صد الحجاره اللي انضربت عليه وقفز فوق السور، قتل فلاح وبدا يتحدى باقي القرويين. المزارعين حصروه، لكن خبرته في القتال كانت اعلى منهم بكتير. في اللحظه دي امر رجاله بقتل كل الموجودين. المعركه اشتعلت، القرويين بيحاولوا يقتلوا والاطفال لسه بيرموا الحجاره بكل طاقتهم. القائد اتضايق من الاطفال فجري عليهم وهجم عليهم بسيفه. الاطفال اتجمدوا مكانهم من الرعب، وفجاه الدم انتشر على الارض، لكن مش دم الاطفال. ميلي اتدخل في اخر لحظه، دفع احد الاطفال بعيد واخذ الضربه مكانه في كتفه. قائد قطاع الطرق مسكه كرهينه، لكنه لمح جثه على الارض وشاف انها محروقه بسبب الحجاره الناريه. في اللحظه دي خطرت لميلي فكره عبقريه، استخدم قدرته السحريه علشان ينقل نفس الاصابه لقائد قطاع الطرق. وفجاه كل واحد في قطاع الطرق حس ان راسه بتتحرق. الفوضى عمت صفوفهم وقائدهم كان اكتر واحد متاثر وهاخر. ميلي استخدم نفس السحر على قائدهم اللي صرخ من الالم وساب ميلي وقع على الارض. الصراع مع العصابه خلص اخير. الحراس واهل القريه كانوا بيعالجوا العصابه المربوطه وكانوا ناويين يبعتوهم لمقاطعه تانية. ابو باس عايز النبيل من المقاطعه دي يقول ان هم اللي اتعاملوا مع العصابه، هيخسروا المجد لكن لازم يتفاوضوا الاول. هو على الاقل عايز تعويض عن مصاريف المعركه والخسائر اللي حصلت. ابو باس بعد كده بدا يكرم الحراس واهل القريه على شجاعتهم بالاسلحه والفضه. حتى اصدقاء باس الصغيرين تدعوا وكفاوا على مساعدتهم ليه. اتنينهم مشوا فرحانين في طريقهم للبيت، لكن باس جري علشان يساعدهم في حمل الحاجات. هو بيمدح شغلهم لكن هم فضلوا متواضعين وقالوا انهم بس رموا حجاره. باس مبسوط ان مفيش حد فقد حياته وانهم يقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعيه. الاطفال رجعوا بيوتهم عشان يحتفلوا بالنصر. مارك متحمس انه اخيرا هياخد اول شرابه لحد ما اتجلد بكوبايه لبن. وسط الاحتفال مارك ولومي طلعوا بره. مارك اتسائل عن اللي حصل مع العصابه. لومي قالت لهم انهم مربوطين في المخزن الرئيسي للقريه، ومن هنا مارك الغبي قرر يروح يشوفهم عشان باعتباره تابع لباس في المستقبل لازم يراقب العصابه. لومي وافقت وراحت معاه. الكبار قالوا لهم انه مش امن وانهم يرجعوا، لكن مارك شد لومي على الشجيرات ورمى حصوات علشان يشوش على الكبار. استغلوا الفرصه ودخلوا المخزن، لكن اتخضوا من قائد العصابه. القائد قال ان مارك دلوقتي معاه السيف بتاعه وساله ازاي حصل على السيف ده. مارك اتخض تماما ووقع تحت تاثير العصابه قال انه هيموت لما يتسلم، فعايز يعلمه ازاي يستخدم سيفه السحري. مارك افتكر ان باز يقدر يستخدم السحر وبيتمنى يساعده اكتر. العصابه قال لمارك يطلع السيف. مارك تابع التعليمات والعصابه مدحوا قال انه طبيعي. لومي حاولت تنادي على مارك علشان يبعد لكنه تجاهلها. العصابه فكت نفسها من الحبال وقالت لمارك يقرب علشان يتعلم كلمات السحر، لكن طلع انها ضربه سحريه في بطنه وطرحت الولد الغبي بعيد. العصابه قومت نفسها وطعنت لومي، وكل ده بسبب الولد الجشع الغبي. الدم بدا ينزل من جرحها والعصابه خطفت مارك كرهينه علشان يهرب. لومي كانت عماله تحاول تعيش لحد ما باس وصل. باس قال للحراس ازاي يتعاملوا مع الجرح وسالهم العصابه راحت فين، عارف الاتجاهات وركب حصانه علشان يلحقهم. باس قرر انه يقدر يستخدم فخاخ مكافحه العصابات في المنطقه لصالحه، ولو حصل مواجهه مباشره يقدر يستخدم سحره علشان يعكس الجرح على العصابه. لكنه اكتشف انه يقدر ينسخ اي حاجه شافها قبل كده. وفي نفس الوقت ابو باس عرف باللي حصل وبيغضب من الحراس اللي ما بعتوش باس وقرر ينقذ ابنه. فويلا كان قلقان ان العصابه ممكن يكون ليها شركاء مستنيين في الخارج ويغيروا الموازين. فوي قال لكاسرول انه يفضل يقعد علشان يطمن على اهل القريه وهو يستخدم سحره علشان يلاقي باس. في الغابه مارك كان بيكافح علشان يحرر نفسه من العصابه. فجاه وقعوا في فخ وده سمح لباس يلحقهم. العصابه كانت زعلانه من الفخ وقررت تحارب. العصابه كانت عارفه ان سحر باس يقدر ينسخ اي جرح، فكان عايز ينهي المعركه بضربه واحده. باس كان بيدفع لورا طول الوقت لحد ما قرب من مارك. الولد الغبي قال لباس يسيبه. في اللحظه دي كنا هنعمل كده، لكن باس مختلف، هو عمره ما هيتخلى عن اصحابه. العصابه زهقت من ده وكسر سيف باس وبعدين هجم عليه علشان يقطعه نصفين. في اللحظه دي باس استخدم سحره. في نفس الوقت فيولي كان بيستخدم سحره علشان يراقب المنطقه، لكن الحاجه الوحيده اللي قدر يلاقيها هي سيف باس المكسور. مشى وهو مش عارف يقول لكاسرول انه فقد ابنه، ومع ذلك لما دخل بيت كاسرول لقى باس قاعد على حضن امه. فوي اتصدم وصرخ. كاسرول شرح ان باس رجع مع مارك من زمان. فوي مش فاهم ازاي فاته رجوع باس، هو حتى استخدم سحره علشان يراقب. باس شرح ان سحره يقدر ينسخ اي حاجه شافها ويحطها في جسده، فنسخ سحر ابوهم ورجع مع مارك عن طريق التلويح. كاسرول فهم الموقف لكنه لسه عاتب باس، قال له يمنع اي حد يعرف انه يقدر يستخدم سحر الناس التانيين او
يستخدم السحر ده في العلن. بعد ما هدى، كاسرول شرح لفوي ان الناس ممكن تستهدف باس. قدرته على نسخ السحر هتخلي الناس تحاول تحويله لاسلحه بشريه، والاسوأ ان العصابه قدرت تهرب وممكن تكشف السر ده. باس طلع علشان يقابل مارك وقال له ان لومي هتعيش. مارك كان حزين جدا. باس قرر يروح المطبخ علشان يسيب مارك ولومي لوحدهم شويه، بس في الحقيقه هو كان كل همه الحلو اللي هيعمله. في الوقت ده مارك كان قاعد كده زعلان ومكتئب وعامل فيها الولد الغبي الحزين. باس كان شايف ان الطبخ ممكن يرجع البسمه لوشوشهم، وقرر يعمل احلى بونكا باي. بدا يجهزها بكل حب واهتمام، وفي نفس الوقت مارك كان بيعتذر للومي بطريقه جد. الدنيا بقت غريبه شويه ما بينهم لحد ما باس رجع بعد 5 دقايق بالضبط بالبونكا باي. مارك ولومي بداوا هيسين لعبهم، عمرهم ما شافوا حاجه زي كده. باس قال ان دي طريقته علشان يخلي لومي تحس بتحسن وكمان يفرح مارك. بداوا ياكلوا كانهم عمرهم ما شافوا اكل، ولومي قالت ان الباي دي خلتها تحس انها مش مصابه اصلا. بس باس كان محضر مفاجاه تانية، شرائح بونكا بالعسل، بس للاسف الاثنين كرهوها، الطعم عكس الباي تماما. ساعتها باس قرر يطلع الفيلسوف اللي جواه وقال ان كل بونكا ليها طعم مختلف ولازم يلاقي التوازن بين النكهات، وشبه ده بالبشر وقال ان مارك عنده صفات مميزه وهو هيلاقي طريقه تخليها تبرق. والدرس الحقيقي اللي عايز يوصله ان الفشل مش نهايه، بالعكس بدايه للتعلم والتطور. مارك ابتدى يتحسن نفسيا لحد ما ابو لومي دخل الاوضه. الراجل ده شكله طالع من فيلم رعب، داخل يزعق لمارك ويقول له انه مسؤول عن اصابه لومي، بس المفاجاه هو كان جاي علشان يطلب يجوزهم. مارك دخل في حاله ايه اللي بيحصل ده ومش عارف هيرد، لكن لما ساله لومي عن رايها ردت بكل بساطه ماشي ليه لا. مارك لسه مش مستوعب، ولومي بتدي حته بونكا باي لابوها. مارك لاحظ ان فاضل اخر قطعه وسال عن نصيبه. لومي ردت بدلع ممتلكات الزوج ملك للزوجه، يبقى دي بتاعتي. بس في اللحظه دي اتاكد ان نظريته صح، الحلويات فعلا بتجيب البسمه، ولسه المشوار في اوله. عدى شهر بعد موضوع قطاع الطرق، لكن ظهرت مشكله جديده. بس قابل فوي وكاسيرول وقالوا له انهم مفلسين زيه كده. فوي في الاول طنش علشان كاسيرول دايما بيقول انه مفلس، بس باس قرر يساعد باي طريقه. كاسيرول شرح انهم اضطروا يقفلوا قريتين بسبب قطاع الطرق، ولازم دلوقتي يحفروا الابار من تاني ويبنوا البيوت، وكمان محتاجين اكل للناس واصلاح الحقول، بس مفيش فلوس. كانوا هيقبضوا 100 قطعه ذهب مقابل زعيم العصابه، بس مارك الغبي ضيع عليهم الفرصه. كاسيرول فكر يستلف من نبيل تاني، بس للاسف مفيش حد عايز يسلف. كل الاراضي حواليهم اتدمرت في الشتاء والقطاع طرق كملوا الباقي. بس سأل لو ممكن يطلبوا مساعده من جده وجدته، لكن ابوه قطع علاقته باهله من 15 سنه. كاسيرول قال انهم حتى عمرهم ما عرفوا باس على جده وجدته، فالموضوع مستحيل. وزود وقال ان الكل كان ضد جوازه من ام باس علشان اراضيهم كانت فقيره، فقرروا يهربوا سوا. باس رجع لاصحابه والكل فهم الوضع بسرعه. مارك قال له ما يخبيش عنهم علشان ممكن يساعدوه. باس غير الموضوع وسال عن لومي، قالت انها ممكن تخرج بس لسه حاسه بشويه وجع. مارك سال لو ممكن يكبروا الحقول علشان يزرعوا اكتر، بس لا وقت ولا ناس ولا حتى فلوس. لومي قالت ان باس ممكن يبيع الحلويات في المدينه، بس هو مش قادر يغطي تكاليف الانتاج. مارك اقترح انه يعلم الناس السحر، بس ساله ليه عايز يتعلم سحر. مارك الغبي فاكر انه هيبقى غني اول ما يعرف يستخدم السحر. مراته المستقبليه بدات توبخه وقالت له انه غبي ومش هيعرف يتعلم اصلا، وحتى لو اتعلم اكيد هيولع في نفسه. بس لومي قالت ان السحر ممكن يكون هو الحل، وقالت له يوري لهم سحره يمكن تيجي لهم فكره. باس وافق وقال لهم يرسموا حاجه على الارض. مارك رسم نفسه بيهزم تنين، ولومي رسمت شويه بونكا. باس استخدم سحره ونقل الرسومات على ايديهم. لومي حاولت تمسحها بس ما راحتش. باس قال ان لو عملها على الحيطان او الاشجار تبقى دايمه، بس على الجلد بتقعد 3 ايام. لومي سالته لو يقدر يعمل العكس، باس اتلخبط. قالت له انها كانت بتفكر انه ممكن يرسم بيت او وش حد على الارض. ساعتها باس حس انه لقى الحل، مسك ايدها وقال لها انها عبقريه، وبعدين لاحظ انها احمرت من الخجل فكاسف وهرب علشان يشوف ابوه. كاسرول وفوي مش مصدقين اللي بيشوفوه. الرسمه دي فيها تفاصيل مرعبه. امه تبص على الصوره وتحس انها قدام مرايه. هدف باس من السحر ده انه يرسم صور للنبلاء اللي بيدوروا على شريك جواز. كاسرول شاف انها فرصه ذهبيه، يقدروا ياخدوا 5 أو 10 قطع ذهب على كل صوره، وممكن توصل لاكتر كمان. في اهالي مش هتهمهم الفلوس طالما هيقدروا يقدموا ولادهم بالشكل ده. بس فوي قال ان في مخاطره لو الناس عرفوا بسحر باس. باس رد وقال احنا مش هنقدر نخبي الموضوع ده للابد، ولو استخدمنا السحر في كده الناس هتفتكر ان ده كل اللي اقدر اعمله. كاسرول قرر يجرب الفكره الاول مع الكونتيسا ريتس عشان كان هيتقابل معاها بخصوص موضوع قطاع الطرق. وفعلا كاسرول وباس وصلوا مدينه ريتسفال وطلبوا يقابلوا الكونتيسا. الكونتيسا كانت بتبص من الشباك وبتفكر يا ترى جايه يلومني عشان ما قضيتش على قطاع الطرق، بس كانت ناويه تمدح كاسرول على انجازاته وتمشيه على طول. باس وابوه دخلوا وقابلوا الكونتيسا بريوش ريتيس. باس افتكر ان ابوه عرفه عليها قبل كده، دي بنت الحاكم اللي فات واللي مات في معركه. كاسرول قدم احترامه وبريوش قالت ان باس شكله شاب وسيم. باس قرب منها عشان يحييها، لكن لاحظ انها بتراقب تصرفاتهم. بريوش دعتهم يشربوا شاي معاها، لكن باس كان مركز مع البسكويت اكتر. قالت لهم ان الشاي ده من احسن ما عندهم وانها جهزت احسن حاجه. كاسرول كان مهذب جدا ومدح الشاي وقال ريحته وطعمه على قد سمعته، بس باس لسه مركز في البسكويت. اخد واحده وجربها، طلع طعمها زفت. بريوش مش مستوعبه لان معظم الاطفال بيحبوا اي حاجه حلوه. جرب الشاي وده كمان طلع خيبه امل تانية. بريوش بدات تمدح كاسرول مش بس لشطارته العسكريه، لكن كمان على التطوير الزراعي اللي عمله في ارضه، وقالت له انها نفسها تتعلم من خبراته. وهنا كاسرول فجر المفاجاه، قال لها ان كل اللي اتعمل ده كان بسبب نصايح باس. هي افتكرت انه بيحاول يخلي باس ياخد الفضل بداله، وقالت لباس انه لازم يفتخر باب زي كده. كاسرول
كاسرول وباس كانوا مستنيين اللحظه دي، بما انها بتكلم باس يبقى يقدر يطلق العنان للوحش اللي جواه. اول حاجه قالها انه فخور بابوه، بس بعدها على طول رد بهجوم. ارض ابويا اتعرضت لهجوم من مئات قطاع الطرق، وكانت المصيبه كبيره لدرجه ان انا واطفال تانيين اضطرينا نحارب معاهم. بريوش حست انها غلطت لما سمحت لطفل يتكلم في حاجه زي دي، بس باس ما وقفش. قال انهم لما حققوا مع قطاع الطرق اكتشفوا انهم جاي من ريتس فين. بريوش فهمت ان باس بيحاول يفاوض على تعويض، وبدات تمثل انها مش فاهمه حاجه. سالتهم عندكم دليل؟ كاسرول طلع سيف من عند واحد من قطاع الطرق وعليه ختم عيله ريتس. بريوش سكتت، اتحشرت في الزاويه. وباس كمل رجاله ريتس فشلوا في انهم يحموا ارضنا، وده السبب اللي خلانا نتهاجم. وقال انهم مش عايزين مشاكل لكن لازم ياخدوا تعويض. سالتهم لو 100 قطعه ذهب كفايه، بس قال لا مش كفايه. رفعت الرقم ل 320 وبرضه رفض. ما قدرتش تصدق ان طفل بيغلبها في التفاوض. زودت الرقم ل 150 قطعه ذهب، بس سال ابوه ووافقوا. واثناء توقيع العقد بريوش بدات تشكي ان باس هو السبب في نجاح ارض ابوه، لان الطبيعي ان الاب هو اللي يفاوض، لكن باس خلاها تحس بالاهانه. بس في الاخر قالت ان 150 ذهب ثمن بسيط بدل ما تخسر ثقه الملك. بعد ما خلصوا بريوش اعترفت انها استهانت بباس عشان سنه. باس اعتذر لها على اللي قاله، لكنه قال انه كان لازم يتكلم كده. سالته عن اسمه وقالت له انه ما عرفهاش بنفسه من الاول. قبل ما يمشي باس قال انه اسف انه ما جابش هديه. طلع قماشه واستخدم سحره. بريوش مش مصدقه عينيها، رسم صورتها في ثانيه واحده، شكرته على الهديه وباس ودعها. بعدها كاسرول راح حفل بلوغ حفيد دوق كادليتشيك، بارك له على بلوغ حفيده سكوال. الدوق قدم سكوال وقال انه الاول على دفعته في الاكاديميه العسكريه. الولد سلم بتحفظ شويه والدوق اعتذر عن توتره. قال ان سكوال بيعشق كاسرول وكان مستني اليوم اللي يقابله فيه. كاسرول قالوا ان الشرف له وعرف الدوق على باس. باس قدم نفسه بثقه وهدوء والدوق انبهر بيه. باس مدح سكوال بهدوء وسكوال اتوتر لدرجه انه عض لسانه. الدوق قال باس شكله انضج من حفيدي رغم انه اصغر منه، وساله لو قدر يوقظ سحره. باس بيقول ان عنده قوه سحريه بفضل الله، وده بيأثر في الدوق اللي بيقول ان عيله كاسرول اتباركت. باس بيظل هادي ويرد بتواضع انه بس كان محظوظ. الدوق بيسأل بفضول اذا كان باس يقدر يظهر سحره. باس بيوافق وبيطلب من الخادم يجيب قطعه قماش. بيستخدم سحره وبيطبع صوره لبنت جميله. الدوق متأثر لكن حفيده قلبه بيقفز من مكانه. باس بيقول ان دي هديه منه ومن مارجريف هوبارك اللي كان عايز يقدم بنته لسكوال. الدوق بيقول ان مارجريف ما قدروش يجي وبيسأل اذا كانت دي بنته فعلا. باس بيقدمها باعتبارها البنت الثالثه لمارجريف اسمها بيترا، وبيشرح انه زار منطقتهم باستخدام سحر ابويا وتعرف عليها. مارجريف في خناقه دلوقتي وبيترا ما قدرتش تيجي تلتقي بسكوال، علشان كده قرروا يعرفوها بالطريقه دي. سكوال اتعلق بيها وقال انها حلوه وجميله. باس استغل الفرصه وطلب منه يجي في احتفال بلوغها في الشهر الجاي. سكوال وافق فورا. جده اتعصب علشان سكوال مش فاهم ان دي كانت في الحقيقه طلب زواج. الدوق حاول يمسك اعصابه وقال لسكوال يهدأ، وبعدها سأل باس هيوصلوا ازاي هناك. باس بيقول انهم يقدروا يستخدموا سحر ابويا للسفر بامان. سكوال تصرف زي جرو سعيد وقال لجده انهم مش هيتعبوا مع مساعده كاسيرول. الدوق بدأ يندم لكن باس شافها فرصه، همس وقال ان مارجريف بيحارب من سنين وبدأ يتعب. الدوق اتشوق وسأل عن تفاصيل اكتر. باس بيقول ان مارجريف عايز يوقف المعركه باستخدام جيش الدوق، علشان كده عايز يتزوج بنته من سكوال. رغم ان دي مجرد وجهه نظر باس، الدوق شايف انها معلومه مثيره وموثوقه. الدوق قرر يروح معاه لاحتفال بيترا ويفكر انها ممكن تبقى حكايه حلوه يرويها للملك. بعد كده سكوال بيجي لباس وبيصيروا اصدقاء. سكوال عايز صوره تانية لبيترا بس صوره اكتر اثاره. باس وافق في النهايه لانه هدفه يبقى هو الوسيط بين الاثنين. مر اسبوعين والشتاء قرب يجي والقريه كلها مشغوله في اعاده بناء بيوتها. كاسيرول راضي عن الوضع وباس دخل المكتب. بعدها اتجه لابوه واداله الرساله اللي استلموها. كاسيرول قرا رسائل الدوق والمارجريف وقال ان مشكله الدخل المؤقت اتحلت. هيوصلهم 20,000 قطعه فضه علشان الخطوبه بين سكوال وبيترا اتطارت. هينشروها في احتفال بلوغ بيترا. المارجريف كمان هيرسل 30 قطعه ذهبيه مقدما، وفويل بيعتقد انهم يقدروا يستخدموها في شراء خيول. كاسيرول بيشرح ان الفلوس دي علشان يحافظوا على سلامه بيترا. باس اتحير في البدايه لكن ابوه شرح ان المارجريف طلب منهم يحموا بيترا خلال الرحله وحفلها في العاصمه. فويل بيقول ان في ناس كتير ضد فكره الزواج بين العائلتين النبيلتين. كاسيرول بيوافق وقال ان ده عدو المارجريف. فويل شايف ان مفيش مشكله لانهم حافظين الخطوبه سر، لكن باس فاهم ان الكنيسه ممكن تكشف السر. كاسيرول بيشرح ان الكنيسه رسميا كيان محايد، لكن لو دفعوا كفايه هيكشفوا اي معلومه. باس كمان فهم انهم يقدروا يجمعوا معلومات كتير علشان الكنيسه بتقول انها محايده. كاسيرول بيقول انه يقدر يحمي بيترا بنفسه باستخدام سحر التليبورتيشن، بس هتبقى صعب عليه ينقلها هي والجنود اللي بيحموها في نفس الوقت. فويل بيقول انهم يقدروا يوظفوا مرتزقه في العاصمه لكن العدو ممكن يتسلل. فويل بيقول لازم يرفضوا يرافقوا بيترا لكن كاسيرول رفض. بيقول ان دي افضل فرصه لكسب ثقه اللوردين اللي هتاثر على مستقبل مورتيلاند. له فكره عبقريه لحمايه بيترا، الكنيسه. بيقول انها مكان غامض ومحدش بيخش غير اللي بيعملوا طقوس التقديس، ولو بيترا دخلت هناك يقدروا يطولوا الطقوس بحجه ظروف معينه. كاسيرول شايف ان دي فكره ممتازه لان محدش بيحب يتدخل مع الكنيسه. في بيقول ان ده كمان حل ممتاز عشان يجمعوا ذهب ويبنوا بيوت اكتر. يوم حفل
بيبلغ بطرة وصل بسرعة، وكاسرول قابل المارجريف عشان يرافقهم. اللورد انبسط لما عرف ان باس كمان هيكون معاهم. كاسرول بيقول ان بطرة هتحس براحة اكتر لما يكون حواليها حد في سنها، لكن في الحقيقة باس جزء من الخطة. بيركبوا العربية وبيقابلوا بترا واختها التوأم الاصغر ليكوريس. باس بيحاول يكلم ليكوريس بس هي مش اجتماعية وبترد بطريقة باردة. ليكوريس بتحاول تعتذر لبطرة اللي بتحاول تهدي الموقف، بس ليكوريس حاسة انها مجرد زيادة عدد. خطة باس هي انهم يروحوا كنيسة محلية ويمثلوا ان بترا داخلة تعمل طقوس التقديس، وبعدها يعملوا تليبورتيشن للعاصمة ويحموها لحد الوقت المحدد. وصلوا الكنيسة بس فجأة مجموعة من الاعداء بتحاول تهاجمهم، وكل واحد فيهم بيقف يدافع عن البنات. كاسرول بيخلص على خصمه بسهولة، بس واحد منهم قدر يتسلل للعربية. الاختين بدأوا يصرخوا من الخوف، لكن باس طلع بالسيف ووقف قدامهم يدافع عنهم. بيطلع بره يقاتل، والبنات مش مصدقين ان باس بيصد الهجمات. فجأة واحد تاني بيحاول يهجم عليه من الجنب، وليكوريس بتحاول تحذره، بس قبل ما الضربة توصله كاسرول بيتدخل وبيسحب السلاح من المهاجم. الاب والابن بيتعاونوا وبيخلصوا على الباندتس، والمارجريف بيشكرهم على حماية بناته. كاسرول بيقولهم يدخلوا جوه، البنات لسه خايفين وبس بيحاول يطمنهم. بيدخلوا الكنيسة وبينزلوا للبدروم، وبطرة بتلاحظ ان الطريق طويل شوية. ليكوريس بتبان عليها الخوف من الضلمة وبتنادي على اختها، بس باس بياخد بايدها بلطف، بيقولها انها في امان طالما هم موجودين، وده بيخليها تحمر خجلة. بعد ما طمنها باس بيكمل ويديها الطريق. هي بتفكر فيه لانه اصغر منها بس بيتصرف زي الكبار. كانت عايزة تمسك ايد اختها، بس حاسة ان باس الوحيد اللي مش بيقارنها باختها. هي دايما كانت مترددة وحاسة ان اختها اختارت تكون العروسة عشان شكلها احلى، مش شايفة نفسها مهمة، وحاسة انها مجرد زيادة. لما بيوصلوا لنهاية السلم باس بيدخلهم اوضة وبيقولهم يمسكوا ايدين بعض في صف واحد. بينفذوا كلامه، وكاسرول بيستخدم سحره وبيعمل تليبورتيشن للكنيسة في بوفالديا. وفي الناحية التانية من المدينة في راجل غريب عايش في بيت مهدود، بيشرح لمجموعة مرتزقة انه جايبهم عشان شغلانة، عشان يقدر يعيد بناء بيت أهمانية. بيقولهم انه ناوي يوجه ضربة لعيلة كادلتشيك. المرتزقة ما عندهمش مانع طالما في فلوس، فبيسألوه مين عايزنا نقتل. الراجل بيرد مفيش قتل، انا عايز بنت معينة تتجاب لي، ولو نجحتوا هتاخدوا 10 قطع ذهب. الزعيم بتاعهم بيسأله هي بنت نبيلة؟ الراجل الغريب بيرد انا عايز بترا وما تخربوش الخطة. واول ما المجموعة تمشي بيبدأوا يضحكوا عليه، بيقولوا ان الراجل مغرور قوي ومش مصدقين انه عامل الخطة دي كلها عشان يبقى نبيل. مش قادرين يفهموا نواياه ومتأكدين انهم هيتبلوا لو حصل حاجة لبطرة. القائد بيشرح ان خطة الواد الغريب ليها هدفين. اول هدف انه يدمر سمعة عيلة كادلتشيك، والتاني انه يدعي انه انقذها ويتجوز البنت علشان يبقى من الطبقة الارستقراطية. الخطة دي هتنفع بس علشان اهل بترا هيبقوا عايزين يحافظوا على مكانتهم، فهيحموا سمعتها باي شكل. نرجع تاني للكنيسة. بيجي المارجريف وبيقول لبترا ان الكاهن الباندا مستنيها علشان يبداوا المراسم. ساعتها كاسرول بيدي باس مهمة جدا. مهمته انه يرافق ليكوريس لقاعة الاستقبال لحد ما بترا تخلص. ابوه بيشرح ان ليكوريس شكلها تعبانة شوية. باس بيقرب منها وبيقولها انه فعلا صعب الواحد يرتاح في المكان ده، وبيقولها كمان انهم حضروا ليها اوضة لوحدها ترتاح فيها. هي بتتردد شوية لكنه بيطمنها ويمد ايده ليها، فبتمسكها بخجل وهو بياخدها يوديها. في نفس الوقت بيوصل العربة والحرس اللي هيصطحبوا بترا، فبتخرج مع ابوها بعد ما تخلص المراسم. جوه باس بيستغرب شوية علشان الخدامة بتاعت ليكوريس كايرا فضلت وما مشيتش مع بترا. كايرا بتتكلم بخشونة وبتقول انها هنا علشان تحمي ليكوريس، بس بيتفاجئ شوية وبيسألها لو ممكن تهدى شوية. وفجأة الارض بتتهز وبيطلع حفرة عملاقة في الارض. ليكوريس وباس بيقعوا فيها، وكايرا بتصرخ تطلب النجدة. كاسرول بيجري بسرعة علشان يشوف في ايه. بيفحص المكان وبيستنتج ان الحفرة دي عملها ساحر، فبيقول لفويا يروح يبلغ المارجريف، وبعدين بيط نازل جوه الحفرة. في الناحية التانية باس بيفوق وبيحاول يفهم اللي حصل. بيقول لنفسه ليه خطفوني وانا عيل غلبان، وبعدين بيبص على ليكوريس وبيفهم ان هم عايزينها هي. قائد المرتزقة بيقول لواحد من رجالته يفضل يراقبهم، وهو ماشي بيقول لباس لو حاولت تعمل اي حاجة هموتك. بس باس بياخد قرار على طول، لازم احمي ليكوريس. في اللحظة دي كاسرول بيوصل لنهاية الحفرة العملاقة وبيكتشف ان الخاطفين هربوا. ليكوريس بتفوق وباس بيسألها لو فاهمة اللي بيحصل. هي مش فاهماه، فبيقعد يشرح لها كل حاجة ويهديها. كانت قلقانة في الاول لكن بتقرر تثق فيه. اللي بيراقبهم بيتريق على باس وبيقول انه بيتمنظر، لكن باس بيبص حوالين ويكتشف ان المكان ده كان تابع لعيلة دوق وقعت من 10 سنين. وبيفتكر انه قرأ لستة التهديدات المحتملة لموكب بطرة وكان فيها اسم دوق واحد بس، دوق أهمانية. باس بيستخدم سحره علشان ينقل المعلومة في شريط سحري، وبيستعمل سحر ابوه علشان يبعته له. في نفس الوقت كاسرول بيرجع الكنيسة يدور على معلومات اكتر، وفجأة دوق بيظهر في الأوضة والشريط بيوصل له. يمسكه ويقرا المعلومات وبيكتشف ان باس وليكوريس محتجزين في قصر دوق أهمانيا. ساعتها بيفهموا ان حد من عيلة الدوق السابقة هو اللي ورا الخطة دي. في الجهة التانية قائد المرتزقة بيدخل الأوضة وهو منفعل علشان لسه فاهم دلوقتي انهم خطفوا ليكوريس بدل بترا. بيحاول يهاجمها لكن باس بيستخدم سحره وبيتجه ليها بسرعة، بس القائد بيديله بوكس
واحد من رجالته بيستغرب وبيساله هو في ايه. القائد بيقولهم انهم مش هياخدوا فلوس علشان خطفوا البنت الغلط، والناس دلوقتي بيعلنوا الخطوبه. بس ساعتها بيفهم نواياهم الحقيقيه، لكن ما عندوش وقت يفكر. المرتزقه عايزين يقتلوا اي شهود. القائد بيركز على ليكوريس، لكن بس بيفك نفسه بسرعه وياخد سيف احتياطي ويحميها. بيضرب الراجل التاني وبيواجه القائد اللي بقى تايه ومش فاهم حاجه. ليكوريس بتحس بالامان وبس بيطمنها وبيقول لها انا جنبك. بيواجه القائد وبيقول له سلم نفسك، لكن القائد بيرفض وبيقول المعركه لسه ما بداتش. بس بيرد عليه لا دي كوش مالك. القائد بيدرك انه استهان بيه لمجرد انه ولد صغير. كاسرول بيوصل بعد ثواني، لكن بس بيقول له يهتم بليكوريس الاول. القائد يفهم انه ارتكب غلطه كبيره لانه حبسهم في اوضه ملهاش مخرج، بس بيقرر ما يستسلمش ويستخدم سحره ويفتح حفره علشان يهرب. كاسرول يطبطب على كتفه ويقول له انا كنت قلقان عليك قوي.